النهارده كمان هنشرح جزئيه كمان مهمه جدا، وهي عمليات المقارنه. ولازم نكون مقتنعين يا شباب ان عمليات المقارنه عندنا هي لازما بتكون بتطلع ليا يا اما ترو يا اما فولس. طيب هي اصلا عمليات المقارنه؟ عمليات المقارنه عندنا اول حاجه الايكوال. يعني ايه ايكوال؟ يعني انا بقول له مثلا انا دلوقتي اعرف متغيرين انتجر ماشي ايه ايكوال مثلا 10. خلاص، وهاجي برضو اعمل انت بي ايكوال خلاص 10. تمام، وهقول لي في البرنت هنا كده برنت لو ال A ايكوال ال B، تمام، طلع لي حاجه. طيب يعني ايه يا عبد الرحمن؟ يعني انا دلوقتي بقول لي لو ال A ايكوال بتساوي ال B طلع لي ترو. طب غير كده طلع لي فولس. يعني انا لو جيت عملت كده رن هيقول لك ايه؟ ترو. طب انا لو غيرت مثلا خليتها 11 هيقول لي اكيد فولس. تمام، دي اول عندنا عمليه مقارنه. تاني عمليه عندنا وهي ان انا هقول له لو ال A اكبر من ال B. لو ال A اكبر من ال B يبقى تاني حاجه عندنا الاكبر منه بتعمل ايه عندنا؟ هيقول لي بترو، هي فعلا اكبر. طب لو اصغر، لو 9 يبقى فولس. طب دلوقتي لو انا جيت قلت له لو اصغر من، هيديني بترو فعلا لان الايه اصغر من البي. تمام. طيب لو انا عليتها مثلا كده هيقول لي فولس. طيب نفس الحوار عندنا يا شباب لو انا جيت قلت اكبر من او يساوي. يعني ايه اكبر من او يساوي؟ يعني لو هو اكبر منها او يساويها. يعني انا دلوقتي الموضوع ده هيديني ترو طبعا لان هي اكبر منها، في شرط اتحقق منهم. طب لو انا دلوقتي سويتها برضه هيديني ترو. تمام، لان في شرط منهم اتحقق، انا قلت اكبر من او يساوي. خلاص. طيب نيجي للجزئيه الثانيه اللي هو برضه احنا كده عملنا اصغر من واكبر من او يساوي سوري، واصغر من او يساوي هنعملها دلوقتي. اصغر من او يساوي هنيجي هنا برضو نفس الحوار، هنعكس بس العلامة او يساوي سوري. اصغر من او يساوي. طيب هي الايه اصغر من البي؟ لا. طب تساويها؟ هيديني ترو. طيب دلوقتي لو هي بقى ايه اكبر منها هتديني فولس اكيد يعني. تمام، فولس. طيب لو هي دلوقتي بقت اصغر خالص، هي اصغر منها فعلا فهي بترو. تمام، يبقى دي هي عمليات المقارنه عندنا. اعرفوا دايما ان عمليات المقارنه بتطلع عليا يا اما ترو يا اما فولس، يا اما ترو يا اما فولس. هي عمليات بوليان. لو وقفت عليهم كده هيقول لك بوليان، يعني ده شرط بيطلع لي يا اما ترو يا اما فولس. تمام، وبكده نكون خلصنا الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.